لما تقرري انتي وزوجك ان انتوا تاخدوا اجازة وتروحوا تستجموا في اي فندق بعيد عن كل حاجة، ولكن انتي مهووسة بالنظافة واستحالة تقعدي في مكان قبل ما تتأكدي ان كل حاجة فيه تستحق فعلا ان انتي تستخدميها. السيدة اللي احنا شايفينها قدامنا دي بتعشق النظافة بصراحة، انا بحب كل روتيناتها وكل حاجة بتاخد معاها العدة بتاعتها زي ما بنقول، كل ادوات النظافة، واول حاجة بتبتدي بيها اعزكم الله الحمام. الصراحة عندها حق، احنا يعني في فترة زمنية صعبة، الأمراض أو الأوبئة بقت منتشرة جامد جدا، وهي استحالة تستخدم أي حمام زي ما أنا قلت لكم قبل ما تتأكد من نظافته. بتاخد معاها بقى كل حاجة، الصابون والديتول وكل حاجة، فرشة فوطة على باب الدش، المكان اللي فيه الدش، انتوا متخيلين كل حاجة، مكان الدش، الأرضية بتطهرها وبتعقمها، البانيو، الحوض، أي حاجة أي حاجة، استحالة في أي مكان